صباح الخير، ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. دي اوضة الركنة، دي اوضة الركنة عايزة انضفها قبل العيد. اوضة الركنة ديت فيها اي حاجة انا مش عايزاها في الشقة بحطها هنا. نمسكها بقى ننفضها، نمسكها نفضها. هي دي تعتبر الأوضة اللي أنا بصلي فيها، دي الأوضة اللي أنا بصلي فيها والراديو، يعني الراديو بيبقى محطوط كده، وبدل ما كل شوية يفرشوا السجادة يفرشوا السجادة فبقوم فرشة السجادة دي كده. دي أوضة الصلاة بتاعتي اللي هي أوضة الركن، مبصليش إلا في أوضة الركن، وأي حاجة في إيديا بقوم حطاها هنا. ودي الستاير، الستاير ده على فكرة بتاعت فرحي، دي ستاير فرحي. الشباك ورا اهو في العفر. دي اوضه الركنه. ودي بطاطين دي لسه هتتغسل. انا غسلت البطاطين اللي هي الرقتان وعنتها، ولسه دي. ودي السفنج ده بنبقى نحطه في الصاله ونقعد عليه في الصاله. وهغير برضو الفرشه دي لان الفرشه ديت هحط واحده تانية. ودي مخدة رمضان. دي اوضه الركنه، احنا بنحط فيها اي حاجه كده يعني ايه. حتى الميزان هنا اهو فيها. كان في كنبة هنا مطرح النيش، شلت الكنبة حطيتها في الصالة وحطيت النيش، بس كانوا عيالي بقى ايه صغيرين، والنيش كان في الصالة كنت بخاف عليه. قمت شايلة النيش من الصالة، وقمت حاطة الكنبة وحاطة النيش هنا. يعني كان في كنبة هنا مطرح النيش مع الركن. الراديو ده معايا هنا في اوضه الركن ومعايا في المطبخ، انا ملضياه. يعني ما بعرفش اصلي الا لما يكون الراديو شغال. هنشيل بقى السفنج ده، وهنشيل الفرشه ديت وننفضها، وهغسل البطاطين، وهشيل الستائر ديت تغسلها، وهفرش الستائر التانية. دي البلكونه اللي بنشر فيها. وده النيش بتاعي. اللي يشوف النيش بتاعي يعرف انا متجوزه من امتى. النيش ده اما بنضفوش الا على دخلة رمضان بس. لكن غير كده لا يعني.
هنشوفه بقى يعرف انا متجوزة من امتى. ننضف بقى الأوضة، نشيل الستاير ديت ونغسلها ونفرش الستاير التانية. واغسل البطاطين دي واشيل الفرش ده وانفضه، واشيل الحاجة ديت. مش عارفة بقى اشيل الحافظة دي واحط سجادة ولا احط الحافظة دي تاني. انا عندي سجاد بس انا عايناه، بحب احط الحافظة دي. ادي الكنبه اللي انا حطاها في الصاله هناك ديت كانت هنا مطرح الكنبه دي كانت مطرح النيش. هشوف كده انضف الحته المهم تنضفوا وتخلصوا اللي وراكوا قبل يوم الوقفه. يوم الوقفه ما تعملوش فيه حاجه خالص، ما تعملوش حاجه يوم الوقفه خالص. يوم الوقفه ده كده تفرشوا السجاده زي ما انا فرشاها كده وتصلوا وتبقوا صايمين. يوم الوقفة دي للصلاة، وتدعي بقى، تدعي باللي انت عايزاه. ربنا يهديلك ولادك، ربنا يهديلك جوزك ويشفيه، ربنا يشفيكي، يعني ادعي لنفسك ولولادك ولجوزك. ده يوم الوقفة، لكن ما تعمليش اي حاجة، ولا طبيخ ولا تنظيف ولا اي حاجة. انت تبقي طبخة على بيات وتخلصي حاجتك. ويوم الوقفة دي للصوم وللصلاة، ما تشغليش نفسك ولا بأكل ولا بتنظيف. خلصي اللي وراكي، ويوم الوقفة دي للصوم وللصلاة بس. دي بقى اوضه الركنة. هنشوف بقى نشقلب كل ده ونكنس وننضف ونساق ورا الركنة. هكنس وراها وسيق وامسح. بشيل الركنة دي خالص، هجيبها هنا في نص الأوضة واكنس مطرحها وامسح وارصها تاني.
الستاير ده هنشيلها ونشوف هنعمل ايه. ادي كده الركنة اهي خلصتها، والستاير اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي الصيفي الستاير. على فكرة وركبت الستارة اللي هي اللي بتاعت البلكونة برضو، ركبتها، شلت الجلد وركبت دي بتبقى خفيفة كده للصيف. دي كده خلاص. كده خلاص الانتريه كده، اوضه الركن خلاص. شلت السجاده، شلت اللي هي الحافظه، لان الحافظه انا ببقى فرشها في الشتاء، بتبقى فرشه الاوضه كلها، لكن ديت بتاعه الركن، دي اللي هي كده ايه للصيف، سجاده صغننه كده. كل المخدات اللي على البتاع ديت انا خفاها خالص. على فكره انا عاينه مخدات اكتر من اللي محطوطين على الركن، يعني عندي سرير الاطفال مليان كله خداديات للركن، يعني ده كده مش في الخداديات بتاعه الركن، ده انا عاينه نصها. انتوا عارفين بقى اللي انا جوزي ايه منجد، مالي الشقه مخدات فايبر وسفنج. دي بقى هو اللي عامل لي الركنه الصغننه دي. شفتوا الحاج اللي قاعد هناك ده، البف ده ممكن تستعمليه كرسي وممكن تستعمليه ترابيزه، يعني ممكن احطه هنا في نص السجاده، ممكن يتحط في نص السجاده لو حد موجود، وتحط صينيه ولا اي حاجه. كده خلصت اهو، خلصوا اللي وراكم قبل يوم الوقفه، عشان تبقي فايقه للصلاه والادعيه، وما تنسينيش بقى من دعاك. الركنه ديت لو عايزه تفرشي عليها حاجه فرشيها، بس انا بسيبها كده فتره العيد يعني، لكن ببقى فريش. كده خلصت، كده خلصنا مع بعض المطبخ واوضه الركنه. يلا يا قلبي الشجاعي بقى وقومي خلصي اللي وراكي، عشان يوم الوقفه تبقي صايمه، ويا دوبك الطبيخ بس وتبقي صايمه وتصلي، اهم حاجه الصوم والصلاه.
يلا باي.